لما تحبوا تاكلوا قرص فلاحي على اصولها والطعم يفكرك بايام زمان، ريحة السمنة البلدي والقشطة، لازم تتفرجي على الفيديو ده. فيديو من قلب الحدث. خليكم مع الفيديو، بس الاول حابة افكركم لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة ياريت تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق، ده دقيق فاخر او اي نوعيه دقيق تكون انت يعني مجرباها قبل كده وتكون مضمونه، نوعيه دقيق نظيفه. كيلو من الدقيق عليه نص كيلو من اللبن، عليه كوبايه سمنه فلاحي، انا عندي السمنه مسيحاها وحطاها في التلاجة، واخده كوبايه السمنه بتاعتنا تكون ساقعه. معايا كمان نص كوبايه من الميه الفتره، الميه بتاعتنا ما تكونش سخنه ولا ساقعه، لو سخنه معاكي هتبوظ لك الخميره، فلازم تكون الميه بتاعتنا دافيه عشان تساعد في الخمر بسرعه. معايا كمان 4 أو 5 معالق من السكر الحبيبات. معايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ما تكونش مليانة قوي. معايا كمان ذرة ملح صغيرة، حوالي ربع كوباية، ربع معلقة صغيرة من الملح. تمام كده. اول حاجة هنجيب البولة بتاعتنا كده، بولة صغيرة، وهنزل بالمية وهنزل بالسكر وهنزل بالخميرة. هنعمل الخميرة بتاعتنا اختبار نشوفها اذا كانت كويسة ولا لا. لو الخميرة فارت معاكي تأكدي ان نوعية الخميرة كويسة. لو انت بقى مش متأكدة ان نوعية الخميرة كويسة هتعملي لها الخطوة دي. لو انت متأكدة ان نوعية الخميرة كويسة خلاص مش مشكلة الخطوة دي خالص. هدوب السكر مع الخميرة مع المية وهركنها بس مجرد 3-4 دقايق، هتلاقيها تفور معاكي. مجرد ما تفور اعرفي خلاص ان نوعية الخميرة دي كويسة. هركنها على جنب وهجيب العجان بتاعنا او اي بوله فاضيه. لو ما عندكيش العجان هنضيف كل المقادير بتاعتنا على بعضها. انا كده نزلت بكيلو الدقيق، هنزل كمان بذره الملح الصغيره بتاعتنا، حوالي ربع معلقه صغيره، وهنزل بكوبايه السمنه بتاعتنا. السمنه بتاعتنا لازم تكون ساقعه كده. تمام. هنعمل ايه؟ هحطه بقى كده تحت العجان بتاعنا وبالمضرب اللي هو الكف، وهسيبها بقى ايه العجان، هشغل العجان عليها بحيث انها تبقى زي الحبيبات الرمل كده بالشكل ده. انا ما ضفتش لبن ولا ضفت اي حاجه، الدقيق على السمنه على الملح. لو ما عندكيش بقى العجان بتضيفي كل المقادير على بعضها، اللي هو الدقيق على السمنه على الملح، وتبسسي بايديك لمده 10 دقايق. دي اهم خطوه عشان القرص بتاعتك تطلع ناجحه. هبسسها كده لمده 10 دقايق بالعجان او على ايديكي زي ما انت عاوزه كده. تمام. هنزل بقى بالخميره بتاعتنا بعد ما فارت، تعمل رغاوي معاكي كده وتفور، تعرفي خلاص ان نوعية الخميرة دي كويسة. نزلنا بقى بالخميرة بتاعتنا خلاص. شلت بس الغطا بتاع العجان عشان اضيف اللبن بتاعنا شوية بشوية كده. بعد ما ضفت الخميرة هنزل بقى باللبن بتاعنا كده شوية بشوية. زي ما قلت لكم هو ممكن يحتاج معاكم الكيلو الدقيق، ممكن يحتاج نص كيلو من اللبن حسب نوعية الدقيق اللي انت بتستخدميه، او ممكن يحتاج مثلا نص كيلو من اللبن وربع كوباية زيادة او اقل من ربع على حسب نوعية العجينة. شايفين ما شاء الله؟ كل بقى ما العجينة تلم معاكي، انا طبعا مش عايزة العجينة يعني طرية قوي قوي ولا ناشفة، انا عايزة العجينة يا دوبك بتلزق في ايدك، حاجة بسيطة خالص. اهو شايفين هي بتمط العجينة معايا بس بتلزق برضو في ايديا. انا برضو هديها ضربة كمان كده في العجان. عايزة اوريلكم بس العجينة، وشايفين العجينة بتلزق ازاي في ايديا. انا مش عايزاها كده تلزق، عايزاها حاجة بسيطة خالص. هديها كمان ضربة شوية كمان لحد برضو ما تلم من الحلة. شايفين ما شاء الله كل ما بضرب فيها بتلم من الحلة بتاعتنا كده. خلاص عايزة اقول لكم احتاجت معايا نص كيلو من اللبن زائد ربع مج صغير او ربع كوباية صغيرة. شايفين العجينة قوامها عامل ازاي ولمت في الحلة خالص ازاي. عجينة طرية ملمسها ناعم اهو، شايفين طرية خالص ومش بتلزق خالص. هسيبها بقى تخمر كده لمدة ساعة. هغطيها كده في مكان دافي، طبعا احنا في الشتاء فحاولي تحطيها في مكان دافي. هغطيها بقى بفوطة واسيبها تخمر معايا لمدة ساعة ونص، طالما احنا في الشتاء بتاخد وقت شوية في الخمر، اما لو في الصيف بتاخد حوالي ساعة كده. تمام. معانا بقى العجوة بتاعتنا او اي حشوة انت عايزاها. معايا عجوة هنا طبعا دعكاها بمعلقتين 2 سمنة. معايا نص كيلو عجوة ونص كيلو ملبن. انا معايا كيلو دقيق بياخد كيلو حشو على طول، كيلو قدامه كيلو على طول. بقى مع نص ملبن دعكته وطريته، بعد كده حطيت معلقتين 2 سمنه فلاحي عليها ومعلقه قرفه. اما الملبن بطريه واعمله كور بس صغيره زي ما انتم شايفينها. وكده العجينه بتاعتنا هي اتخمرت هي ما شاء الله، قعدت حوالي ساعه ونص. زي ما قلت لكم هي في الشتاء بتاخد وقت شويه. هطلع بقى العجينه بتاعتنا واطلع الهواء الزيت اللي فيها. حاول بس ادعكها بايديا كده الاول
طلع الهواء الزايد اللي فيها، وبعد كده قطعيها بقى الاحجام اللي انت عاوزاها. عايزه قرص كبيره قطعيها كبيره، عايزه قرص صغيره قطعيها زي ما انت عاوزه. انا اقطعها كده متوسطه برضو، لا كبيره ولا صغيره. طبعا وانت بتقطعيها ما بتدهنيش ايديك اي حاجه، العجينه بسم الله ما شاء الله مش محتاجه اي حاجه. هقطعها بقى واقول لكم عملت معايا كام قطعه. كده بسم الله ما شاء الله الكيلو قطع معايا حوالي 48 قطعه. يعني لو انتي عاوزه تكبريها ممكن تصغريها، ممكن يعني تقطع معاكي حوالي 60 قطعه زي ما انتي عاوزه. هنجيب بقى من اول واحده احنا قطعناها او كورناها، هنفردها بس فرده بسيطه كده، وهنجيب القطع بتاعه العجوه او الملبن او الحشوه اللي انتي عايزاها، بتفرديها بس ما بين كف ايديكي كده، وبعد كده بتحطها بالشكل ده وتلمي بقى العجينه عليها. حاولي بقى تلمها كويس، متخليش العجوه بتاعتك ظهر عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. وبتضغطي عليها ضغطه بسيطه، يعني ما تضغطيش عليها كتير اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنرصها بقى في صينيه. ما تدهنيش الصينيه اي حاجه، انا بحطها كده من غير ما ادهنها ومن غير اي حاجه خالص. اهو بفرد برضو قطعه العجوه على كف ايديا بالشكل ده كده. بتلمي بقى من على الحرف، متحاوليش برضو تخلي العجوه بتاعتك زهره. اهو بضغط على ضغطتين وبتبقى بالشكل ده. قطعه عجوه كده كانت على قرصه من بره فبشيلها اهو شايفين. وانتي برضو بتاخدي من العجينه، بتاخدي من اول واحده كورتيها كده. تمام كده خلصت الكميه كلها خلاص. هتجيبي بقى موس او سكينه بوسها رفيع، بتعملي لها شرط كده بالطول، شرطتين 3 كده بالطول. طبعا العجوه بس، اما الملبن ما بتعملهاش شرط ولا اي حاجه. ما شاء الله كيلو من الدقيق عمل لي الكميه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا اعملوها في البيت بتوفر معاكم كتير، وكفايه انها عمايل ايديكي بتبقي ضامناها. ان شاء الله جربوها وان شاء الله هتنجح. كده بعد ما قطعتها خلاص هجيب بقى اي فوطه كده واغطيها واسيبها لمده نص ساعه، وبعد كده هشغل عليها الفرن. هتحطيها في الرف الوسطاني، هتشغلي من فوق ومن تحت، وطبعا كل شويه بتلف الصينيه عشان تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا مش مغيره خالص حاجه في المونتاج، وما شاء الله القرص على طبيعتها. جربوا بقى الطريقه دي وان شاء الله اوعدكم انها هتعجبكم جدا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.